شايف المحل ده كبير، حركة وواجهة تخليك تقول من أول نظرة العميل ده أنا لازم أفتحه. بس خد بالك، ممكن تكون داخل على أكبر غلطة تضيع وقت ومجهود المندوب، لأن مش كل محل كبير يبقى عميل كبير ليه. وممكن تعمل فيه أوردر محترم جدا وبعد شهر تكتشف إن البضاعة لسه مكانها. المندوب المحترف ما بيشوفش العميل ويقول أفتحه ولا لأ. المندوب المحترف بيسأل الأول، العميل ده يستاهل إن أنا أفتح شغل معاه أصلا؟ لأن قبل ما تسأل نفسك هبيع له بكام، لازم تعرف الأول هو هيبيع لك بضاعتك. في مناديب كتير تدخل المحل وتشوف المساحة والحركة والرفوف مليانة، فيقول لنفسه العميل ده لو فتحته التارجت هيظبط، فيبدأ يتكلم ويفاوض ويقنع، وفي الآخر طلع بأوردر محترم، يرجع وهو مبسوط وحاسس إن كده كسب عميل تقيل. بس هنا المندوب المحترف بيقف لحظة ويسأل نفسه سؤال مش أي حد يسأله، البضاعة اللي دخلتها عند العميل ده هتتحرك؟ لأن إنك تطلع بأوردر كبير مش معناه إنك فتحت عميل ناجح، ممكن تكون بس حطيت بضاعة في مكان كبير، والفرق بين الاتنين هو اللي بيخلي مندوب يفضل يجري ورا أوردرات ومندوب تاني يبني سوق. فلو استعجلت ونزلت أوردر كبير لعميل حجمه كبير من غير ما تعرف بضاعتك هتمشي عنده ولا لأ، ممكن يعدي أسبوع ورا أسبوع ويعدي شهر وترجع للعميل تقول له مكرر الأوردر، يقول لك لا يا باشا لسه عندي بضاعة من المرة اللي فاتت. هنا بقى الصورة هتبدأ تبان، المحل كبير والأوردر كبير لكن المنتج ما اتحركش عنده، وساعتها المندوب هيكتشف إنه كان مركز في السؤال الغلط، لأنه كان بيسأل هينزل له بكام وما سألش العميل ده عنده طلب حقيقي على منتجي أصلا. ودي أول قاعدة عند المندوب المحترف، قبل ما تفكر تفتح العميل اتأكد إن السوق بتاعه محتاجك. طيب نعمل إيه قبل ما ندخل للعميل؟ المندوب المحترف عنده سؤال الأول أهم من حجم العميل وأهم من قيمة الأوردر، هل زبون العميل ده أصلا هو زبون منتجي؟ يعني إيه الكلام ده؟ يعني ما تبصش للمحل وتقول ده عميل بيبيع كتير يبقى منتجي هيبيع عنده كتير، لا، بص الأول على الناس اللي بتدخل بيشتروا إيه؟ بيدفعوا كام؟ وإيه المنتجات اللي بتتحرك عندهم؟ لأن ممكن يكون عنده محل ضخم بس جمهوره أصلا ما بيشتريش المنتج بتاعه، وساعتها مهما كان المحل كبير ومهما كان الاوردر مغري انت بتحاول تبيع لناس مش محتاجه اللي انت بتبيعه. المحترف ما بيدورش على اكبر عميل، المحترف بيدور على العميل اللي جمهوره مناسب مع منتجه. طيب عرفت ان الجمهور مناسب لمنتجك، لسه برضه في سؤال مهم جدا، هل السعر ومستوى المنتج بتاعي مناسبين للمكان ده؟ لان ممكن تدخل مكان شكله ممتاز ومكانه ممتاز وعنده حركه نار، بس عميل المحل متعود يشتري بسعر اقل كتير من سعر المنتج بتاعك. هتعمل ايه ساعتها؟ هتنزل في السعر كل مره ولا هتفضل تنزل في البضاعه والمنتج يفضل واقف مكانه؟ ونفس الغلطه ممكن تحصل بالعكس، تحط منتج اقتصادي في مكان جمهوره بيدور على جوده اعلى ومستوى مختلف. ساعتها المشكله مش ان المنتج وحش، المشكله انه اتحط في المكان الغلط. المندوب المحترف قبل ما يفتح العميل بيبص على حاجتين، مين بيشتري من المكان ده وبيشتري في الرينج السعري كام، لان العميل المناسب مش بس اللي عنده فلوس يشتري منه، العميل المناسب هو اللي منتجك وسعرك راكبين على سوق. تمام، عرفت ان جمهور المكان مناسب وسعرك مناسب لمستوى، تدخل تاخد اوردر على طول؟ لا لسه، استنى شويه، في سؤال ثالث لازم تساله، المنتج بتاعي بيتحرك عنده فعلا؟ وخلي بالك من كلمه بيتحرك، انا مش بسالك المحل ده بيبيع كتير، انا بسالك الفئه اللي انت داخل فيها بتبيع عنده كام، لان ممكن محل يعمل مبيعات بالملايين بس معظم مبيعاته في فئات تانية خالص، فتدخل انت وتقول ده محل جامد واكيد هيبيع، وبعد اول اوردر تكتشف ان المنتج قاعد على الرف وما بيتحركش. عشان كده المندوب المحترف ما بيتاثرش بحجم المحل، هو بيدور على حركه حقيقيه. اسال صاحب المكان الفئه دي بتتحرك عندك وبتتحرك قد ايه، وايه المنتجات اللي بتبيع منها اكتر. لو الاجابه مش واضحه ما تستعجلش في فتح العميل، لان اي محل بيبيع كتير مش شرط يكون بيبيع منتجك. المندوب المحترف بيدور على الحركه اللي تخصه هو. طيب العميل مناسب والجمهور مناسب والمنتج بيتحرك، لسه سؤال واحد ممكن يفرق بين عميل حقيقي واوردر على الطاير وخلاص، اللي هو هل العميل ده هيطلب تاني؟ لان انا مش هدف ابيع له مره واحده، انا هدف افتح نقطه بيع، كل ما البضاعه تتحرك كل ما يرجع يطلب تاني. تخيل انك داخل على عميل
واخدت منه اوردر محترم، وبعد شهر رجعت وقلت له نعمل اوردر جديد، رد وقال لك انا لسه عندي البضاعه ما خلصتش. هنا لازم تسال نفسك، انا كسبت عميل ولا حطيت بضاعه عنده بس؟ المحترف بيفكر في الاوردر اللي بعد الاوردر قبل ما يطلع اول اوردر اصلا. هل المنتج سريع الدوران؟ هل العميل ده عنده زبون بيرجع يطلبه؟ هل المساحه والحركه تسمح باعاده الطلب؟ وهل لو المنتج نجح العميل هيقدر يزود الكميه؟ لان العميل اللي طلب منك مره مش بالضروره هيكون عميلك. عميلك الحقيقي هو اللي عنده سبب يخليه يطلب منك كل مره. وعلى فكره، الاوردر الكبير في اوقات كتير بيخدع المناديب. ممكن تطلع من عند عميل باوردر محترم، ترجع الشركه التارجت اتحرك والمدير مبسوط، فتقول لنفسك انا كده عملت شغل جامد. بس استنى قبل ما تفرح، الاوردر ده اتحرك من عند العميل ولا لسه موجود على الرف؟ لان لو العميل اشترى كميه كبيره وبعد شهر البضاعه لسه موجوده على الرف، يبقى انت كسبت اوردر. لكن هل كسبت عميل؟ ودي نقطه مهمه جدا، لان في مندوب بيقيس نجاحه باللي دخله النهارده، وفي مندوب تاني بيفكر الاوردر الصغير اللي دخلته النهارده هيخليني ارجع له اعمل اعاده طلب بكره. وده فرق كبير. المندوب المحترف ما بيطاردش اكبر اوردر، المندوب المحترف بيطارد الاوردر اللي وراه اوردر. طيب، خلينا نسال السؤال اللي بيفصل بين المندوب العادي والمندوب المحترف. انت لما بتفتح عميل جديد، بتفتح عميل عشان تزود عدد العملاء، ولا بتبني نقطه بيع هتشتغل معاك على طول؟ لان لو هدفك بس تزود عدد العملاء، هتبدا تجمع اي اسم وخلاص. عميل كبير افتحه، محل قريب افتحه، عميل مش مناسب ليك بس عشان انت شاطر في الاقناع فعرفت تقنعه افتحه، وفي اخر الشهر تقول انا فتحت 20 عميل جديد. طيب، كم واحد في ال 20 دول طلب منك تاني؟ هنا بقى الرقم الحقيقي. المندوب المحترف ما بيقيسش شغله بعدد الابواب اللي خبط عليه، بيقيسه بعدد نقاط البيع اللي قدر يبنيها ويستمر معاها. لان العميل اللي فتحته النهارده ومش هيطلب منك بكره، ده مش اصل من الاصول اللي بتبنيها، ده مجرد اوردر والسلام. وعشان كده قبل ما تقول انا هفتح العميل ده، اسال نفسك الاول، انا بفتح اي باب يقابلني ولا ببني سوق؟ عشان كده قبل ما تدخل على اي عميل جديد، انا عايزك تعمل اختبار صغير، 5 اسئله بس. لو عرفت تجاوب عليهم، فرصتك ان العميل ده يبقى نقطه بيع حقيقيه هتزيد جدا. السؤال الاول، هل زبون العميل ده هو اصلا زبون منتجي؟ لو جمهوره مش جمهوري ليه هفتحه؟ السؤال الثاني، المنتج بتاعي مناسب لمستوى واسعار المكان ده، ولا هضطر كل مره ابرر السعر؟ السؤال الثالث، هل الفئه بتاعتي بتتحرك عند المحل ده فعلا؟ مش المحل كله، الفئه بتاعتي تحديدا. السؤال الرابع، العميل ده عنده فرصه لاعاده الطلب، ولا اول اوردر هيقعد عنده بالشهور؟ والسؤال الخامس، انا بفتح العميل ده ليه؟ عشان ازود عدد العملاء وخلاص، ولا عشان ابني نقطه بيع حقيقيه؟ لو مش قادر تجاوب على ال5 اسئله دول، ما تستعجلش انك تفتح العميل. لان المحترف ما بيقولش انا لقيت عميل كبير، المحترف بيقول انا لقيت فرصه تستاهل اتعب عليها. تعال اقول لك على موقف بسيط يوضح لك الفرق. قدامك محل ضخم جدا، مكانه ممتاز، حركته قويه، وصاحبه معروف. وفي الناحيه الثانيه محل اصغر، بس جمهور المحل ده هو نفس جمهور منتجك. منتجك بيتحرك عنده، وسعر منتجك مناسب لعملاء، والعميل ده كل ما بضاعته تخلص يطلب منك تاني. هتختار مين فيهم؟ لو قلت لي المحل الكبير لمجرد انه كبير، يبقى انت لسه بتبص بعين المندوب المبتدئ. لكن لو اخترت المحل الاصغر لانه عنده حركه حقيقيه واعاده طلب، يبقى انت بدات تفكر بعين المندوب المحترف. المندوب المحترف ما بيدورش على اكبر هدف، بيدور على الهدف اللي يستاهل مجهوده وتعبه. وعشان كده مش كل عميل كبير يستاهل تفتح معاه. العميل اللي يستاهل هو اللي عنده فرصه يتحول من اوردر النهارده لبيع متكرر بكره. خدها قاعده واحفظها، مش كل عميل كبير يعني فرصه كبيره، ومش كل اوردر كبير نجاح. النجاح الحقيقي لما تفتح العميل الصح، عميل جمهوره مناسب لمنتجك، وسعرك مناسب له، والفئه بتتحرك عنده، وعنده فرصه انه يعيد الطلب. لانك مش محتاج 100 عميل موجودين في كشف الحساب، انت محتاج عملاء يبيعوا ويطلبوا ويكرروا. وده الفرق بين مندوب بيجري ورا اوردر ومندوب بيبني سوق. المحترف ما بيضيعش وقت ومجهود على اي عميل كبير وخلاص، المحترف بيختار العميل اللي يعرف يستثمر فيه وقته ومجهوده. بعد كل الكلام ده، عايزك تعمل حاجه واحده بس قبل ما تفتح اي عميل جديد من بكره. اسال نفسك ال5 اسئله دول، مش عشان تفتح عملاء اقل، عشان تفتح عملاء احسن. ودلوقتي قول لي في الكومنتات، ايه اكتر غلطه عملتها قبل كده وانت بتفتح عميل جديد؟ فتحت محل كبير واكتشفت ان المنتج ما بيتحركش، ولا فتحت عميل صغير وفجاه لقيته كبر
وبقى من احسن عملائك. اكتب لي تجربتك، لان اكيد عندك موقف في السوق يستاهل يتحكي. وبالمناسبه، لو قدامك محل كبير دلوقتي وقلت في سرك ده عميل كبير ولازم افتحه، افتكر السؤال الاول: هو فعلا يستاهل تفتح شغل معاه؟